ورانا حماتي. يا حبيبي بوجودك يا حبيبي. عامله ايه؟ تنو عامل بحسك. الحمد لله كويسه؟ الحمد لله الحمد كله لله تمام؟ الحمد لله. تنو عامل بحسك يا حبيبي. انت عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اخبار الشغل معاك ايه والدنيا عامله ايه؟ ما هي ماشيه. طب انت الدنيا عامله ايه؟ والله الحمد لله نحمد ربنا. كنت رايحه اقبض المعاش، اتسرق مني. جيت على هنا الصبح. انت جيت مراتك امبارح؟ لا ده النهارده اتسرق مني المعاش. مراتك اتصلت بيا حبيبتي بنتي، لقيتني منهاره، قلت لها الحقي المعاش اتسرق. قالت لي تعالي يا ماما على هنا. مراتي اتصلت بيك؟ والله انا اتصلت بيا وانا اتصلت بيها. قلت لها الحقيني المعاش اتسرق. قالت لي طب ما تزعليش نفسك وتعالي على هنا يما، كلنا واحد وبيوتنا كلها بيتك. اصيله اصيله بسمه. الحمد لله الله يكرمها يا رب. لا والله منورانا. الله يكرمها الله يكرمها. منورانا البيت منور. معلش بقى استحملني كام يوم كده مع بال ما ادبر حالي عشان كام؟ نفسي. هدبر حالي يا ابني، هشوف نفسي يومين كده ولا حاجه، ادبر حالي اشوف حد استلف منه ولا حاجه. يومين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لا تنورينا طبعا، ده البيت منور بيك. ده انا كنت واقعه من طولي لما المعاش اتسرق، وقعت من طولي وسرقت والناس اتلمت ده عليا. يزيدنا بركه. الناس اتلمت عليا طب وكل خلاص واحد خلاص على الصبح على الصبح يا حبيبي. ودي يقول لي خدي، قلت لهم لا مش عايزه حاجه، انا ما لا خلاص بشحتش انا ما بشحتش. لا 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 خلاص خلاص ما تعيطيش ما تعيطيش. يتنو عامل بحسكوا يا رب. بقول لك ايه؟ نعم. هي امك هتقعد مطوله ولا دي بتقول لك يومين ثلاثه؟ فيها ايه خلت يعني لما تقعد معانا يومين ثلاثه؟ ما المعاش بتاعها اتاخد منها، اتسرق منها الصبح. يومين ثلاثه ايه ياما يومين طب صوتك ثلاثه. هتسمعك ما طيب. تسمعني. هو في ايه خالد؟ يعني لو مامتك جت هعمل معاها كده؟ بس مش هتقعد يومين ثلاثه، خلي عندها حبه بقى. حابه ايه؟ طب هي غصب عنها، هي اصلا بقالها سنه ما جاتلناش. بقول لك ايه؟ ده هي بالليل وتروح. طب وفيها ايه يعني يا خالد لو قعدت كام يوم معانا؟ دي امي برضو. وانا هكفيكم منين انا؟ ايه اللي هكفيكوا؟ ده انت ربنا يرزقك برزقها. هكفيك انت ولا هكفي ابنك ولا هكفي مين ولا هكفي نفسي؟ انا مش لاقي اكل اساسا. طب ايه ده؟ طب انا هحاول اتصرف. لا تقول لها تروح عند اختك. حاضر ماشي. تروح عند اللي اي انت واحده عايزه. فيهم يا اختي. اللي انت عايزه. مفيش غيرنا ولا ايه؟ شايفه الظروف وشايفه الحوال وشايفه الدنيا عامله ازاي. خلاص يا ريت تعمل كده مع كله مش مع امي. لا يا بس. اختي انا بعمل مع كل. انت شفت امي بتيجي تقعد يومين وثلاثه واربعه؟ ماشي، ما عشان امي محتاجه، لكن امي بقالها سنه ما جاتش عندنا اصلا. سنه. لو سمحتي قولي لها. بقول لك اختي رنت دلوقتي وقالت ان هي راحت لك على البيت وما لقيتكيش، وهي قاعده قدام الباب مستنياكي. فمعلش يا ماما حاولي تروحي لها وانا هجيلكوا بالليل. ماشي يا حبيبتي. ماشي، هجيب لك غداكي معايا. لا يا حبيبتي ما تجيبيش انا لسه هعمل الغدا ما والله. تكلفيش نفسك، انا هبقى اتصل بخالتك. ما تكلفيش نفسك. لا لا انا كده كده جايلك بالليل. هاتولي يا عبايتي يا اولاد والطرحه. لا يا حبيبتي ما تكلفيش نفسك، كتر لا خيرك لا انت عشان بس وزوجك. اختي والله كلمتني وقالت لي ان هي مستنياكي قدام الباب هناك هي اختك والعيال. اتصلت بيكي؟ ماشي يا حبيبتي الله يكون في عونك، الله يكون في عونك يا بنتي، الله يكون في عونك. يا رب يا ماما يا رب. الله يكون ويثبت اقدامك ويصبرك على اللي انت فيه، الله يكون في عونك. هاتيلي عبايتي يا بنتي والطرحه.